من مشكلة ليقع في أزمة ويتجاوز محنة فتتكالب عليه التحديات. في الفترة القليلة الماضية عاشت قلعة السمسمية أزمة مقدم تعاقد ومستحقات قيصر الفريق حسني عبد ربه، ثم دخلت بؤرة الاهتمام الإعلامي بشدة في عملية انتقال نجم الفريق الموهوب عبد الله السعيد التي تأرجحت بين الجار اللدود المصري والصديق المشاكس الزمالك قبل أن تنتهي إلى المنافس اللدود الأهلي، والذي أنعش خزينة الدراويش الخاوية دائما ببضعة ملايين سرعان ما تبخرت بعد ظهور أزمة المدير الفني الفرنسي السابق باتريك نوفو ومهاجم الفريق النيجيري جون إيويري، وبالطبع مستحقات نجوم الفريق وعلى رأسهم عبد ربه والعائد من رحلة إعارة من الهلال السعودي أحمد علي. بعد فوز كبير على بني سويف في ثمن نهائي كأس مصر، استبشرت جماهير برازيل العرب خيرا بفريقها الواعد الزاخر بالمواهب في كل الخطوط، قبل أن يصدمها الخروج المفاجئ وبنتيجة ثقيلة نسبيا أمام المقاولون في ربع النهائي، وهو الأمر الذي أعاد الفريق لنقطة الصفر بعد استقالة أبو طالب العيسوي المدرب العام، التي أعقبها قرار المجلس المفاجئ والصاعق أمس بالاستغناء عن خدمات حسام حسن المدير الفني للفريق، وذلك بعد فترة قياسية غير مسبوقة لا في تاريخ العميد ولا النادي العريق. إلى متى يظل الإسماعيلي العريق الذي تأسس عام 1924 وأصبح أحد أضلاع مثلث الكبار في كرة القدم المصرية وأول فريق مصري وعربي يحرز لقب بطولة إفريقيا أبطال الدوري عام 1970، إلى متى يبقى على هذا الحال؟ وإذا كان رئيسه الحالي الدكتور رأفت عبد العظيم قد اتهم في تصريحاته رؤساء النادي السابقين بالتسبب في أزماته المادية التي لا تنتهي الآن، فهل يملك هو شخصيا الحلول العملية التي تنتشل النادي من معاناته في المرحلة المقبلة؟ يقولون إن أهل مكة أدرى بشعابها، وبكل تأكيد لن يجد أحباء الأصفر والأزرق أفضل من المسؤول الأول عن النادي الكبير ليجيب على كل التساؤلات ويوضح كل الأمور والمستجدات في هذا الحوار الساخن جدا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أول ظهور في أي برنامج بعد توليه منصب رئيس النادي الإسماعيلي، وليس بجديد على هذا المنصب. آخر بطولة دوري عام حصل عليها النادي الإسماعيلي كان مع دكتور رأفت عبد العظيم، أو البطولة قبل الأخيرة، وهو الآن يشرفنا في الاستوديو. دكتور رأفت أهلا وسهلا بك، منورنا وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا بك كابتن شوبير، وأسف على التأخير يعني. لا أهلا وسهلا بك. يعني الأحداث ساخنة بل ملتهبة في الإسماعيلية، وحضرتك متواجد النهارده بعد قرار هام جدا لمجلس إدارة، وقرار مفاجئ بل صادم لكثير من الجماهير. الناس بتعرف الدكتور رأفت عنده هدوء، بيدرس القرارات، بيدرس الموضوعات، فكان قرار إقالة حسام وإبراهيم اليوم كان قرار، يا أخوانا في إيه يا جماعة؟ إحنا على الهوا. كان قرار مفاجئ اليوم بالاستغناء عن حسام حسن وإبراهيم حسن، وبالتالي لازم أبدأ سخن مع حضرتك. هل الدكتور رأفت كان معارض لهذا القرار ولا كان متبني هذا القرار؟ لا، مش حكاية معارض ومتبني، احنا بنعمل مع بعض كروح فريق واحدة، مجلس الإدارة الموجود، ما عندناش جبهات، نحلل كل حاجة على مهلنا. احنا قررنا خرجنا من البطولة. طبيعي، قرار طبيعي جدا. انت خرجت من بطولة كنت قريب منها، وخاصة بعد خروج الأهلي من البطولة، وكان ورا منها بطولة أخرى ممكن ننافس عليها اللي هي السوبر. فكان هذا القرار عادي جدا جدا ان الجهاز الفني يتغير بعد الخروج من البطولة. انا مش شايف فيها اي حاجة ان احنا بنتكلم كورة. وما تزعلش حضرتك، وانا بتكلم إدارة برضه، صدرك راحت طبعا، مش عايز كلام. متى تولى حسام المسؤولية دكتور رأفت، وهل اتيحت له الفرصة انه يعد فريق اعداد جيد في وسط هذا الكم من المشاكل اللامحدود الغريب جدا على النادي الاسماعيلي؟ حضرتك نفسك كنت متردد جدا في قبول المسؤوليه. الراجل مشكورا عمل معسكر هنا ما كانش عنده لعيبه، ازمه مستحقات عنيفه جدا، لم يؤدي مباريات وديه، بطوله الكاس
بطوله مرحليه. ممكن تلاقي مانشستر يونايتد بيخرج من نادي درجه ثالثه ما خدش فرصته الكامله لاعداد فريق، وبالتالي من الظلم البين ان انا اقول خرجت من البطوله واحمله المسؤوليه هو لم يعد الفريق على الاطلاق يا دكتور رأفت. لا انا ما حملتوش المسؤوليه، انما طبيعه الكوره هي دي كوره، هي دي كوره، واحترمنا العقود الموجوده. ان ممكن يتم الاستغناء، وهو ممكن برضه يسيبنا ويمشي في اي وقت اي حد. فده طبيعي، احنا تصرفنا تصرف طبيعي، والتوقيت شايفه طبيعي. وشايف انت بتقول البطوله بطوله يعني بطوله صغيره، لا بطوله كاس، هي البطوله الثانيه، بقول لحظيه او لحظيه يعني هي ثاني بطوله موجوده، ثاني بطوله. احنا عندنا الدوري والكاس، عندنا بطوله غيرها، دوري والكاس وبعدين السوبر، كل ده مش مختلف، وكانت قريبه البطوله مننا جدا. والحقيقه الاداء كان باهت جدا في مباراه المقاولين العرب، ويمكن الناس كلها شافته، لا يرقى الى مستوى الاسماعيلي ولا طموحات جماهير الاسماعيلي، ولا يطمئن بالنسبه للمستقبل. والطبيعي في الكوره ان حسن شحاته مشي، الجوهري مشي، الناس دي كلها اتحركت، حصلوا على فرصتهم كامله يا دكتور رأفت. يعني انت حضرتك استاذ اداره، الحقيقه انا متفائل بحضرتك جدا في نادي الاسماعيلي، واعلنت ده مرارا وتكرارا، بل بحييك كمان على الاعتذار اللي حضرتك قلته على طول عما بدر من الجماهير، وهذه شمه الكبار على فكره انك تقدم اعتذار من بعض الجماهير، من بعض الجماهير طبعا. لابد ان احنا نقول من بعض الجماهير، ولابد ان احنا نقول انه كثير جدا من جماهير الاسماعيليه ملتزمه ومنضبطه ومحترمه جدا وتحب فريقها بجنون، لكن هناك كان البعض في تهور في المباراه الاخيره. فكان الجوهري او حسن شحاته بياخدوا فرصتهم يا دكتور. يعني فانا الحقيقه متصور انه كابتن حسام حسن لم يحصل على فرصته على الاطلاق. لا، ما عملش فتره اعداد دكتور، ما عملش مباريات وديه، ما ضمش لاعبين. امير سعيود جاي له بالصدفه في اللحظات الاخيره. من الممكن ان تكون هناك اخطاء فنيه، لكن هذا هو المدرب الذي نجح مع الزمالك بطريقه رائعه في الموسم قبل الماضي والموسم الماضي، كان مرشحا للاستمرار. واضح انه حتى الكيمياء بينه وبين الجماهير طيبه في الاسماعيليه. يعني وانت بتبقى رئيس نادي بتتشال من دماغك صداع انه الجماهير واثقه في المدرب او حباه، المدرب ذو شعبيه وعنده كوره جيده. احنا مش ضد المدرب، والشباب دول حسام وابراهيم وعماد المندوب وطارق سليمان والاخ والكابتن وليد، ناس متميزه جدا وعملت شغل كويس قوي قوي الفتره اللي فاتت، وشالت النادي في وقت كان فيه فراغ اداري، ما اقدرش انكر، وانا اشهد بهذا الكلام وكلنا اشدنا بيه. انما كان يتطلب المنطق والعقل والتفكير، وان احنا خسرنا بطوله طلعنا منها كنا نتمناها، وكان يتمناها جماهير الاسماعيليه، ان يتغير الجهاز. انا يعني مش شايف فيها، انا شايفها انها طبيعيه، كون انها الكاس كان سريع، مبارياته كانت سريعه، فده ما يمنعش. وفي نفس الوقت احنا بنقدر الفتره اللي فاتت، واحنا شكرناهم، وكل مستحقاتهم طبقا للتعاقد. النادي الاسماعيلي بيحترم تعاقداته بصرف النظر عن مين اللي ماضي على هذه التعاقدات. فاحنا الحقيقه انا شايفها موضوع عادي. انت بتقول السرعه، احنا بنقول لو في تغيير بيحصل عشان يبقى عندنا فرصه لاعاده اعداد قبل الدوري. في فكر ان يبتدي مدربين من ابناء النادي يكملوا. احنا بنفكر ان احنا نبتدي الناشئين نبتدي نغير شويه في الفريق. يعني في فكر المستقبل قدام برضو متطلعين له، ويمكن من ضمن القرارات برضو ان احنا هيبقى في قرار على الجهاز الفني الجديد ان اللعيبه اللي في الملعب الاخضر في اي مباراه 3 منهم تحت السن. في الملعب اساسيين تحت السن، دايما مش تدخل في عمل الاجهزه الفنيه يا دكتور فندم؟ مش تدخل في عمل الاجهزه الفنيه. لا انا ما قلتلوش لاعب مين وما تلعبش مين، في ال 18 ماشي، لكنه في الملعب ما قلتلوش لاعب مين وما تلعبش مين. انا قلت له يعني معناه انه لازم يجهز 6 على الاقل يبقوا جاهزين تحت السن بيلعبوا عشان نجدد الفريق. طب انا ما قلتلوش لاعب مين وما تلعبش مين. انا ما قدرت اقدر النهارده لقيت انه اراجعها كده مع حضرتك. التشكيل مثلا محمد فتحي او محمد صبحي بيلعب بالمعتصم سالم، بيلعب بابراهيم يحيى، بيلعب باحمد سمير فرج، بيلعب بمهاب سعيد، بيلعب بعمرو السوليه، بيلعب بحسن عبد ربه، بيلعب بجودهم، بيلعب باحمد علي، بيلعب بابو جريشه.
ما فيهمش ولا واحد تحت السن. لا عمرو السولية تحت السن ماشي، عمرو السولية تحت السن. يبقى احنا بنتكلم على 2. يعني اللي انا اقصده ما هو التغيير لازم يحصل كده، امال يحصل تغيير معلش عارف حضرتك لو قرار ان انا في المعسكرات يكون معايا ناس من تحت السن، في المباريات الوديه ادي لتحت السن، لكنه هل النهارده مثلا وعايز يغير هيطلع 2 من الفرقه يقول انا واحد يبقى تحت السن؟ قرار رئيس النادي او قرار مجلس اداره النادي، عفوا اسف، قرار مجلس اداره النادي. برضه ده تدخل، فكره جميله جدا انك يبقى عندك شباب، لكنه ما تلزموش اللي في الملعب. يعني طب هو المقاولين العرب كان في واحد كان تحت السن اللي كانوا بيلعبونا مع المباراه الاخرانيه. يعني تعال نقول مثال قريب، سنه 91 التجربه بتاعتنا كان في كام واحد تحت السن؟ كان في 6 تحت السن بيلعبهم، خدوا دوري. بس المقاولين هبط بالناس اللي خدوا دوري يا دكتور. يعني يعني ما تحكمش حضرتك على تجربه. لا انا ما بحكمش المقاولين امام الاسماعيلي فقط. لا، ما الاسماعيلي، المقاولين ده اللي كسب الاسماعيلي في عزه السنه اللي فاتت، هو بينافس على البطوله في الاسماعيليه 1-0 وفي القاهره ايضا 3-1. وانا برضو الحقيقه شايف ان حضرتك ما تزعلش مني، يعني تسرعتوا جدا 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 في قرار اخذ الكابتن حسام، لانه لا يعني لم ياخذ فرصته بالكامل، بل بالعكس برضه. يعني احنا علاقتنا طيبه جدا. يعني حضرتك بتاثر على مستقبله التدريبي كمان، لانه راجل نجح جدا في الزمالك. لا. ولم يتردد في قبول المهمه في نادي الاسماعيلي، وبالتالي ما يكونش ده جزاء يا دكتور. كابتن يعني ده مش جزاء ولا حاجه. دي كره قدم. انا حاسس انت مش مقتنع بالقرار. لا دي لا انا مقتنع. لا كره قدم. يعني طبعا بتحاول تزنقني في الموضوع زي بعض، انا مستعد اتزنق فيه، انما دي كره قدم ووارد فيها تغيير مدربين في كل وقت، وارد في الحاجات دي كلها وارده. انا ما اعتقدش ان احنا خرجنا عن القانون او العرف او اي حاجه. انت دخلت دلوقتي هتدخلني في مشكله معاهم، تقول لي مستقبله التدريبي حاجات زي كده. بالعكس، لا ده حديث يعني الشارع. اصل برضه حسام قيمه. لا احنا ما اختلفناش انه قيمه. احنا ما اختلفناش انه قيمه. احنا ما اختلفناش قيمه، ان احنا خرجنا وحسن شحاته كان قيمه، والجوهري كان قيمه، والناس كلها كان قيمه، الناس دي كلها كانت قيمه برضه. ما حدش تسمح لي نسمع رئيس الشارع الاسماعيلاوي من خلال تقرير اتعمل النهارده؟ نشوف الشارع بيقول ايه. وانا مش هعمل تليفونات. انت جايبني لا والله بالعكس دكتور، والله انا الشارع الاسماعيلاوي. انا عندي برضه صوت الشارع الاسماعيلاوي. بس انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. احنا مجلس اداره مسؤول، وبنفكر كلنا مع بعض، وبناخد قراراتنا، بنتناقش وخدنا وقتنا. فيعني بنحترم الشارع وما قلتش حاجه. انا الشارع يطلب مني، الشارع يختار مدرب. انا هقول لك على حاجه. الشارع ما يطلبش مني قرارات تخص الاداره، الشارع يطلب مني قرارات تخصه هو. نجهز له اتوبيسات، نخفض اسعار التذاكر، يعني الحاجات دي كلها، سهوله الدخول الى الملعب. انما الشارع ما تقوليش ان الشارع يطلب مني اعين مدرب او احط مدرب او احط لعيبه او اي حاجه. تسمع رايه، لانه مهم برضه. انا سمعنا رايه طبعا، بس جايز انت اللي جايبها عينات انا ما اعرفهاش. انا عمري والله يعني ما اقصدش انت اللي جايب، مش انت اللي هتجيبها. انما هو الشارع الاسماعيليه تعدادها 800,000. انت جبت الشارع، يعني جبت مين من ال 800,000؟ يعني اقسم لك بالله، وانت عارف انه زميلنا خالد الكردي شخص غير مغرض على لا 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 لا. وخالد لف في الدنيا كلها، وانا لا اعلم محتوى هذا التقرير. لف امتى؟ اذا كان القرار كان الصبح. هو النهارده الصبح عمل التقرير النهارده بعد قال انه مراسل شاطر وجانا التقرير، فنتفرج على جزء بس منه. الناس ما كانتش في شغلها الصبح. يعني الناس المحامين والمهندسين والمثقفين انا مش دول ما كانش في شغلهم. يعني على رغبة حضرتك من الشارع مش هعمل تليفونات. يعني الشارع مين اللي صاحي في شقه اللي هو فاضي؟ طب شوف عينه من التقرير من رد الفعل في الاسماعيليه. انا بس هسألك سؤال، يعني مين انا قبل ما اشوف تقرير يعني مين في الشارع قاعد فاضي بيتكلم وهو مش في شغله؟ الاسماعيليه كلها بتحب كره القدم، يعني سايبه شغلها وقاعده. طب اتفرج حضرتك على جزء من التقرير، لان دي جماهير الدرجه الثالثه، ونرجع تاني لانه الحوار بحب وود شديد جدا، والراي الاخر مهم جدا. اتفضلوا يا جماعه. الاستغناء طبعا هم ما ينفعوش معانا مع اسماعيليه. يعني التيمه بتاعتهم ما تمشيش مع جمهور اسماعيليه ولا لعيبه اسماعيليه. وبعدين اي حد في جمهور اسماعيليه كان ممكن يحط التشكيل اللي يكسب بيه الماتش. شايف ان الموضوع كله في اللعيبه، مش في المدير الفني اللي فات وفي اللجان. اللعيبه اصلا من الموسم اللي فات ما بتلعبش، كل واحد عايز فلوس ما فيش حد بيلعب. طب ما احنا كنا بعنا بقى لعيبه تتامر على النادي مثلا وخلاص، وطلعنا من ناشئين السنه دي وعطلنا مثلا شويه. مش شرط ننافس السنه دي، ننافس السنه الجايه.
ايه رايك في قرارات مجلس الاداره؟ هي كويسه، بس ان هم حسام ابراهيم يمشوا دي مش قوي يعني. النادي ان كان جامد انشطه، فالنادي هيكون معذور لضعف التمويل، فلازم تتسن قوانين وتشريعات لتمويل الانديه. قالت الجهاز الفني هي متسرعه، بس في نفس الوقت نقول ايه ان هي صائبه. مع احترامي للكابتن حسام وابراهيم، هم روح، انما حته الفنيات يعني مش قوي. بدليل ان هم ما كانوا مديرين فنيين لنادي الزمالك ولعبوا مع فرق اصحاب مدير فنيينها اصحاب خبرات زي طه بصري في المصري كسب الزمالك، طارق يحيى كسب الزمالك. فحسام ابراهيم لسه في بدايه الطريق، فلما يواجهوا فرق مدير فنيينها اصحاب خبره بيكشفوا. هو حضرتك انا رايي ان ابو طالب العيسوي ومحمود هو ابراهيم من الكومي جابهم واحنا مش لاقيين حاجه، فوافقنا. هنعمل ايه؟ مفيش حاجه بايدينا يعني. هم اتحطوا قدام مننا. ما احنا ما بنقولش هم وحشين، لكن هم ما يمشوش مع جمهور الاسماعيلي. احنا فرقتنا متعوده ان المدرب يبقى من الاسماعيليه. امبارح حسام قاعد وابراهيم حاطط التشكيل ده، ما قعد حمص يا كابتن بره. اللعيبه عندنا بتحب الدلع وبتحب ان هي ما تتدربش، زي واحد زي عماد سليمان كان يقول لك بنقعد بالساعه ونص نحكي في مشاكلنا ونحكي في ازماتنا ونص ساعه تدريبه. هم عايزين اللي كده، لكن عايزين واحد مثلا يعلى بيهم باللياقه البدنيه او يبقوا فرقه كويسه. شايف ان مجلس الاداره خد القرار لا فاشل. لا مجلس الاداره فاشل. رجاله هتبقى معياله واحنا مش عاوزين الوضع ده وضع بقى ارتجالي، واحنا بما بعد غير تاني محمود جابر وسعفان وهنخش بمهزله ومعياله. واداره النادي دي لو مش قادره عليها تسيبها. اداره النادي دي هتتعب البلد. كده دلوقتي شلنا حسام، بعد كده حطنا محمود جابر، نتائجه وحشه يشيله، ناخد موسم زي اي موسم. يا كابتن خالد احنا جبناهم ليه؟ يعني هي نقصه حرق الدم؟ يعني احنا بنتمرمط ما بننامش. الكابتن حسني عبد ربه ما كانش عارف بيجري على جولهم ولا جولنا، اللي عايز 5 مليون و4 مليون، وعبد الله الشحات اللي ودانا في 60,000 داهيه. دي لعيبه الكوره. ده لو خدت لعيبه احنا مش عايزين نتكلم على لعيبه. كابتن خالد حرق الدم، اما لعيبه بتقبض ملايين ويحرقوا دمنا ما ينفعش. يا باشا هم كانوا يقولوا حسام ابراهيم يا كابتن خالد، وكلم الكابتن شوبير مصر كلها عارفه مين حسام ابراهيم. هم هيجوا اسماعيليه هيموتوا في البلد دي، لان احنا مش رجاله، لعيبتنا مش رجاله. انا من رايي انه افضل، لان ما ينفعش النهارده يكون عندي السوليه وحمص بره ونص الملعب واقع من الشوط الاولاني، وبعد كده اجي ادور ازاي اكسب المقاولين. طبعا مفاجاه بالنسبه لي. احنا كنا متوقعين ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم يعملوا معانا موسم كروي كويس، بس للاسف بعد ماتش المقاولين ده مش عارفين السفينه بتاعت الاسماعيليه تتجه لانهي اتجاه. اتفاجئت باقاله الكابتن ابراهيم وحسام، لان انت لما تيجي تحسب ابراهيم وحسام لعبوا ايه ولا عملوا ايه؟ هم عملوا فتره اعداد، والفتره دي كانت متقطعه، ما كانش فيه فلوس للعيبه ولا فلوس النادي ولا الاداريين ولا اللعيبه ولا العاملين في النادي حتى، وتيجي تديهم ماتش بين الصيف. ما هوش مقياس انك انت بحجم الكابتن ابراهيم وحسام. وبعدين ما ينفعش، عايز اقول لك ما ينفعش ان هم يتقالوا بالطريقه دي. يعني هم هيعملوا ايه؟ كان هينزلوا يشوطوا ويلعبوا مكان اللعيبه؟ لان انا عايز اقول لك حماس الكابتن ابراهيم وحسام لما جت ضربه الجزاء ادوا ظهرهم للملعب من خوفهم على النادي. انا شايف ان ده قرار متسارع، وانا عايز اعتذر للكابتن حسام وكابتن ابراهيم والله، واقول لهم احنا اسفين وحقكم علينا والله. قرار خاطئ بتهيألي، لان هم لسه ما لحقوش فرصتهم. قرار خاطئ طبعا مجلس الاداره. لا متسرع والله، متسرع صحيح. كان نفسنا يعني نشوف تأني شويه، لان الناس عملوا اللي عليهم وزياده، بس كان من الافضل يعني كان يتروى في القرار بتاعه، لان الكوره يعني برضه يعني خد وهات، في غالب في. زي ما قلت لحضرتك التقرير بيحتوي على كل الاراء ما بين مؤيد ومعارض، لكن معايا كابتن حسام حسن على الهاتف لانه من حقه ايضا ان يوضح وجهه نظره. اتفقنا كابتن شوبير ان احنا ما فيش مداخلات قبل كابتن حسام حسن بس احنا اتفقنا طبعا الجمهور عمره ما دخل الجمهور. لا اتفقنا في البرنامج، لا ما فيش جماهير خالص. اتفقنا ما فيش مداخلات على بس بالتاكيد هنسمع. بس انا اتفقت على كده خالص ما فيش مداخلات. ما في مداخلات، في مداخله يعني. هنسمع كابتن حسام فقط لا غير. اتفقنا يا كابتن شوبير ما فيش مداخلات. ما فيش ولا مداخله. لا ما في مداخله. لا حسام حسن هيشرح يعني انت بتواجهنا مواجهات خالص والله. حسام قيمه وحضرتك انا ما قلتش مش قيمه ونادي الاسماعيلي يعني ما قلتش مش لا خالص والله. يعني ما تاخدش بونت عليا يا كابتن شوبير على الهوا وتقول لي قيمه. طبعا هو قيمه، انا ما قلتش حاجه طبعا. واحنا شكرناهم وعملنا لهم جواب شكر وكل حاجه، انما احنا اتفقنا ان احنا ما فيش مداخلات. انا كابتن حسام هيبقى كلامه معايا بعد اذن حضرتك عشان بس اعرف وجهه نظره بعد اذن حضرتك. كابتن حسام مساء الخير يا كابتن حسام. كابتن شوبير مساء الخير. ازيك يا كابتن حسام؟
بنمسي عليك يا دكتور. مساء الخير يا كابتن. تحياتي للجميع وتحياتي لجماهير النادي الاسماعيلي. نعم. وانا ما فيش يعني اتفضل يا كابتن شوبير معاك. كابتن حسام، يعني انا قلت انك ما خدتش وقتك الكافي اللي عشان تعمل فتره اعداد، قلت انه قرار كان متسرع جدا في اقالتك من تدريب النادي الاسماعيلي، وقلت ان كان عندك طموحات وامال، وقلت ان هذا القرار من الممكن ان يؤثر على مستقبلك التدريبي بعد ما قدمته من نجاحات ساحقه مع نادي الزمالك، وايضا واضح انه كان في قبول من جماهير الاسماعيلي لدى الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن. يعني اشكرك جدا. انا طبعا في البدايه اول نقطه انا اكيد طبعا من حق اصيل لاي مجلس اداره ان هو يختار جهاز او يمشي جهاز، طبعا ده حقه وانا بحترم اي قرار. ودي وجهات نظر لان مش انا المسؤول، اكيد مجلس الاداره مسؤول قدام الاعلام، مسؤول قدام الجماهير. ولكن هو يعني يمكن انا مش قادر يعني احكم على، مش عايز اقول مثلا عن تجربه ان في تجربه اصلا حصلت، التجربه ما حصلتش لان الموسم لسه يعتبر موسم لسه ما بداش. وان ده يمكن اقول يمكن الكاس جه لاول مره في تاريخ الدوري المصري يجي في كاس بتاع السنه اللي فاتت يجي، ودي تعتبر دوره او بطوله مهمه بس كانها بطوله تنشيطيه بدون اعداد للفريق. يعني يمكن انت عارف. طب كابتن حسام، كلمه بطوله تنشيطيه تستعد معلش كلمه بطوله تنشيطيه دي اثارت غضب الجميع. انا بقول بطوله مهمه وكانها استعداد للدوري المصري. يعني اللي هي البطوله المهمه اللي هو الدوري، وده كاس مهم جدا. ولكن جاي في بدايه موسم مع اقل فريق عمل فتره اعداد. يمكن انت لعبت كوره وعارف الدنيا كلها ان في فريق يبدا موسم وعامل 3 ماتشات وديين فقط، والماتش اول ماتش رسمي بعد 3 ماتشات، خاصه ان احنا كنا الناس عارفه ظروف النادي الاسماعيلي وعارفه ان ما كانش في مجالس ادارات، وعارفه ان اللعيبه كانت قاعده في بيوتها، وانا كل اللي حملت وانا كنت اصريت حتى قبل ما كانش في مجلس اداره ان احنا نيجي واجيب اللعيبه من بيوتها انها تتمرن. حتى اللعيبه اللي كانت في الاول ما كانش عايزه تيجي، ابتديت بلعيبه من الصغيرين لحد ما زمايلهم الكبار ان هم يفكروا وياخدوا قرار ان هم يشوفوا ظروفهم الماديه ويرجعوا. كل الكلام ده انا مش ندمان عليه خالص. زي ما قلت لك ان ده هي دي كره القدم، ولكن هي بالنسبه لي كحسام حسن والجهاز الفني بتاعي زي ما انت شايف الحمد لله من ساعه ما اشتغلنا مع انديه المصري اشتغلنا باقل امكانيات وفي اكثر مكان، وخاصه اخيرا نادي الزمالك. الحمد لله الواحد عملنا اسم كويس، ترشحنا في اماكن كثيره، فعشان كده دي كره القدم، ولازم ودي خبرات ان انت وارد جدا ان انت ما تشتغلش ويتحكم عليك، وارد جدا ان انت تشتغل وتمشي برضه زي ما حصل في الزمالك. انا من لحد دلوقتي يمكن ما اتكلمتش مع، يعني زي ما انت شايف احترمت وجهه نظر نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك لما مشينا مفيش مشكله خالص. النهارده يعتبر لسه ما اشتغلناش، لعبنا ماتشين، اول ماتشين رسميين، ماتش كسبناه مع بني سويف وماتش الثاني مع المقاولين اللي هم اجهز مننا بدنيا، اجهز مننا من كل النواحي. اللعيبه ما اقدرش ان انا يعني اضغط عليهم اكثر من ان هم فتره الاعداد اللي عملت ما كانش تليق بالنادي الاسماعيلي ولا تليق باللعيبه، مش كده ما اقدرش ان انا احملهم مسؤوليه ان هم مش قادرين، يعني هم في الملعب ما كانوش قادرين نتيجه الظروف، ما فيش وقت، خاصه الماتش بعد 5 ايام. ما اقدرش ان انا اعمل فتره اعداد سريعه والرسميه شغاله وانت عارف. لكن انا تحياتي لجماهير النادي الاسماعيلي وتحياتي وكل التقدير للاعبين اللي انا اتعاملت معاهم، لان هم لاعبين عندهم امكانيات كبيره جدا، ولكن الظروف مش خدناهم في حته نعملوا فتره اعداد كويسه، وان ممكن نتدرج الموقف الفتره اللي جايه. كنا نحاول قبل ما الدوري يبدا. ده كان سؤالي، هل كان عندك خطه، كان عندك امال، طموحات، كان عندك اللعيبه اللي تقدر تبني عليها في نادي الاسماعيلي يا كابتن حسام؟ في طبعا في لعيبه كبار ولاعيبه صغيرين كلهم موجودين مجموعه، انا كنت فيهم جدا وعارف محتاجين. انت لسه ما اشتغلتش يا شوبير عشان يعني عندي لسه ما اشتغلتش، فاعتبر نفسك ما اشتغلتش لحد دلوقتي. نعم. فقدت 2 مهمين جدا، وانا بعد مجلس الاداره ما خد قرار والح عليا ان عشان ظروف النادي بالنسبه لعبد الله السعيد يمشي. عبد الله السعيد ده فرقه لوحده، يعني قيمه كبيره. ويري عنده مشكله برضه كبيره مع الاداره ما حلتهاش، حته الفلوس والحاجات دي. 2 لعيبه كويسين جدا، لكن انا مع ذلك ما عمري ما امتنع وان انا اقول لا بسبب 2 لعيبه ما اشتغلش، لا. لظروف النادي تحملتها مع مجلس الاداره.
فده كل ده احتراما وتقديرا للجماهير الاسماعيلي. انت رايح كابتن حسام، بيؤخذ عليك انك دائما وابدا بتقول الجماهير، يعني مجلس الاداره في وادي، حسام حسن في وادي على الجمهور دائما وابدا، لك كاريزما، لك جماهيريه، لك شعبيه، لكن دائما وابدا حته الجماهير هو الوتر القوي او هو العنصر القوي لحسام حسن. طبعا، وانت كابتن شوبير انت عملت اسمك من الجماهير سواء في التدريب او في الاعلام، والجماهير هي فيها فضل علينا كلنا، والجماهير هي النبض الصحيح والحقيقي للحكم على اي مؤسسه مش كره القدم بس، واي نجم سواء فني او رياضي او سياسي. فده الجمهور، وانت تقتنع بكده وانت مقتنع بكده كابتن شوبير. لكن مجلس الاداره، اي مجلس اداره قلت في الاول ليه احترامه والتقدير تمام كل قراراته. ولكن انا ما تنساش في النادي المصري احنا كنا شغالين مع الله يرحمه الراحل الحاج سيد متولي، كنا على طول نقول الحاج سيد وجماهير النادي المصري ان هو كان فعلا بيجتهد ويشتغل. احنا دلوقتي لسه ما اشتغلناش حتى، يمكن انا اشتغلت مع مجلس اداره نادي الزمالك، اشتغلت في نادي الزمالك كان مجلس الاداره ما كانش موجود لسه، اتشال واتحط تعيين، ولما تحملنا مع مجلس اداره نادي الزمالك حته الماديات برضه اتحملت معاهم، وقلت الناس بتشتغل بتحاول. ولما جيت النادي الاسماعيلي قلت الناس اتغير علينا مجلسين ادارتين تقريبا او ثلاثه. فانا يمكن انا ما لحقتش ان انا اشوفهم، ما لحقتش ان هم حتى يبقى في اراء او حتى في كل اللي اتقعد معانا ان عبد الله السعيد لازم يتباع لظروف النادي، واحنا تقديرا للنادي الاسماعيلي وظروفه انا وافقت على النادي ان بعد ما المجلس شرح لي الموقف احتراما للمجلس وظروفه والمحافظ وافقت، مفيش مشكله خالص. فانا بقول علاقتي بالاداره يعني علاقه طبيعيه جدا، وزي ما حتى لما انا دلوقتي مجلس الاداره خد قرار من قبل ما اشتغل ان انا مشيت، قلت لك اول كلامي كل الاحترام والتقدير لمجلس الاداره في قراراته. طب كابتن حسام، يعني القرار كان مفاجئ بالنسبه لك؟ انا يعني مش حابب اقول كلمه اقاله، يعني تعباني شويه يعني، لكنه كان مفاجئ بالنسبه لك، كان مسار دهشه بالنسبه لك؟ هي دي الكوره وفي ناس بتاخد قرارات بناء على وجهه نظرها، فتتقال اقاله تتقال استقاله، مش انا ما عنديش مشكله خالص كابتن شوبير، لان هي كره القدم فيها حاجات كتير، فيها نجاحات وفيها، لكن انا ما اقدرش ان انا احكم على التجربه دي لان انا ما لعبتش ما اشتغلتش، يعني يعتبر لسه ما اشتغلتش. فيمكن دي تعتبر تتحط في الفيفا في يعني المعجزات ان في اتعمل ماتشين، ماتش بفرقه يتعب، لو ممكن لو اتبنى كابتن شوبير اتعمل فتره اعداد كبيره وعملنا ماتشات وديه كتير، واثناء الماتشات الوديه انت خسرت وكسبت، فالنتائج تبان ان انت فريق مهتز فنيا. اقول المجلس الاداره متابع وفي فتره انه يحكم خلال فتره اعداد اتعملت مثلا في المانيا ولا فرنسا ولا النمسا، ولا اتعملت حتى في اسكندريه او اتعملت حتى في اسماعيليه، لكن مش معسكر كانت بتتعمل عشان انت تحكم على الفريق هل هو ماشي كويس في خطه مظبوطه ولا لا، عشان كمجلس تاخد قرار. لكن ده هو اتعمل 3 ماتشات وديين كسبناهم بنتائج عاليه جدا، مع احترامي للفرق طبعا اولى بيه يعني مش ثالثه، مش ده الحكم برضه بتاعي. لعبنا ماتشين في الكاس، ماتش كسبناه باداء، سيبك من النتيجه، باداء كويس يقول ان في فريق هيجي يشتغل، والماتش الثاني ده ماتشات كاس يعني. النهارده الارسنال خسر 8-2 في ملعبه والراجل مكمل. النهارده الاهلي فريق اهلي كبير بكل نجومه والاجهزه الفنيه خسر، اتعرض لهجوم الراجل لنتيجه حاجات ممكن يكون في سلبيات، لكن انا سلبيات ده بدات التشكيل هو اللي انت لعبت بيه ماتش بني سويف كان اداؤهم كويس. اتفاجئت ان يعني مش عامل ماتشات اعداد عشان اقول ان انا مثلا. طيب كل ده انا متفق معاك فيه، لكنه خليني اقول لك انه الراتب كبير، انت والكابتن ابراهيم والجهاز المعاون، وميزانيه الاسماعيلي محدوده شويه يا كابتن حسام، ليه ما كانتش فيه مبادره منك؟ انا عارف ان انت خفضت 10,000 والكابتن ابراهيم خفض 10,000، هل لو كان المجلس عرض عليك انك تخفض بدرجه كبيره كان ممكن توافق على الاستمرار في الاسماعيليه يا كابتن حسام؟ هنتكلم في جزئيتين يا كابتن شوبير. اولا ان انت المرتب الوحيد او الجهاز الوحيد اللي بيتكلموا عن مرتب في مصر في اي حته مسكها اول ما الجهاز بتاعنا، مع ان انت تعلم تماما الجهاز الانديه المحترمه طبعا هم اكبر 3 انديه في مصر اكيد، الزمالك والاهلي والزمالك والاسماعيلي. نعم. لازم المفروض يكونوا مميزين، لا ده المعمول العكس دلوقتي. الاهلي والزمالك مميزين، لكن النادي الاسماعيلي لو شفت الاجهزه الفنيه وانت تعلم تماما ان
مش هقول امثله مثلا لو الاتصالات ولا اللي في درجه ثانيه او الجونه او الانديه اللي هي طالعه او سموحه او ايا كان الوضع، بالتالي في انديه في مدربين يعني او اجهزه فلوسهم اعلى من اللي انا بتكلم فيه ده كابتن شوبير. يعني في ممكن مدرب واحد ياخد قد الجهاز بتاعنا في الشهر ممكن لمده سنه. فانا مش زائد ان انت مقتنع ان انت عندك جايب جهاز ليه قيمه، بس عشان الناس ما تفهمش ان انت بتاخد زي مثلا فلان ولا فلان. انت عارف الفلوس بتاخد زي ما قلت لك ممكن تقارن بمدرب في قصدي نادي من انديه تحت كابتن شوبير. ثاني حاجه انا لما احنا جينا من نفسنا انا وابراهيم وقلنا نظرا لظروف النادي اللي احنا استحملناها وجينا نتمرن الفريق من غير مجلس اداره، فبالتالي كنا لازم نزلنا حاجه من عندنا دي مش مطلوب مننا ومش مفروض علينا، ومع ذلك نزلنا اللي مش برضه مش لحد لا جماهير النادي الاسماعيلي عشان تحس ان احنا واقفين معاهم في ظروف معينه، زائد عارفين ان مجلس الاداره بيمر بظروف. ولكن الجزئيه المهم ايوه دلوقتي انت بتطالب دلوقتي كمجلس ليك في نيتك ان انت قلقان ان في ناحيه ماديه انت مش راضي قلقان منها. اما ليه ما نواجه ده؟ مثلا الدكتور ما كانش عايز يواجه من شويه، ما ليه يا دكتور؟ يعني كان مجلس الاداره كان ممكن عنده القدره ان هو يقول مثلا ايه رايكم يا جماعه ممكن نعمل كذا، لكن هو ما حصلش. كان شوبير حتى مناقشه في الموضوع ده خالص واحنا رفضناها. فبالتالي هي المواجهه زي ما الدكتور يعني انا كنت برضه اتمنى ان احنا هم شافونا وشكرونا على فكره وقالوا ان احنا وقفنا وقفه كبيره جدا اثناء ظروف النادي ما فيش مجلس اداره. وبعد ما نزل بني سويف الناس اتصلوا وهنئونا وباركوا. طيب في علاقه احترام. طب انت بعد لما انت قلت مش عايزنا نكون موجودين، انا كنت اتمنى من الدكتور ومجلس الاداره ان هم يرفعوا السماعه مباشره، ان هو يقول لي مثلا يا كابتن حسام احنا ظروفنا كذا ومش هنقدر نكمل او اي حاجه. انا كنت كل الاحترام والتقدير ليهم كنت اخدها بهدوء خالص، لكن هو انا سمعتها سمعتها على النت. وبعد كده الكابتن مدير النادي اتصل ابراهيم وقال ان المجلس يعني بيقول ان الكابتن حسام حسن مش موجود، لكن الجهاز باقي موجود. هي حتى الاحترام ان انت يعني حاجه بسيطه كده، مش عايز اقول لعبه يعني انت عارف الجهاز اللي جاي عشان فلان عشان حسام حسن، وانت عارف ان هم مرتبطين معانا زي اي جهاز في العالم. طب ليه بتعمل اللعبه دي عشان تضغط على البيت الجهاز يقول لك لا انا مش هقدر؟ طب بلاش الشرط الجزائي. بالمناسبه انت مصمم على الشرط الجزائي؟ اتفضل. لا سيبك يعني انا بقول هل الطريقه كويسه؟ يعني انت مقتنع بيها؟ لا انا مش مقتنع بالطريقه. قلت الكلام ده للدكتور رفعت في بدايه الحوار يعني. نعم خلي الموضوع واضح وصريح. والله لو كان جه كلمنا بوضوح وقال لي مثلا احنا مش عايزينك تكمل بهدوء، طب وحتى لو ما عرفتش اسباب، لان مفيش اسباب انا مش عارف ايه السبب حتى. لو انت دلوقتي كنت اثناء الفتره بتتكلم على ظروف تخفيض المال، انا كنا نتكلم فيها ان انت ان انا اقبل او ما اقبلش، اقول لك شكرا لا مش هقبل مثلا او هقبل. مظبوط يا كابتن شوبير؟ لازم يكون في مواجهه. نعم ولا ايه رايك؟ لكن ما حصلش كل الكلام ده والحوارات. ولكن انا بقول تاني الكوره اتعلمتني كتير وانا بلعب او بدرب. اكيد. نعم اداني خبرات كتير. انا شايف اي مدرب محترف واي مدرب بيشتغل وبيفكر وبيحب الكوره وبيفكر وبيبتكر لازم حاطط في سلبيات في هذه المهنه. ان انت عليك ان تتقبل كل الاوضاع وتتقبل كل الافراد والاشخاص اللي هم ممكن اللي يكونوا بيتحكموا في وقت من الاوقات في مصيرك في وجودك، سواء اداره او اعلام او اتحاد مسؤول عنك. فكل الكلام ده انت لازم تتعامل مع الوضع اللي هو عليه. فانا اتعاملت مع الوضع من مجلس اداره الاسماعيلي، هم الناس ليهم حريه القرار وانا عليا ان انا اتقبله بس بدون اختراق، بدون ان انا اهاجم حد، بدون اعمل مشكله، لان الحمد لله التجربه الكبيره كانت في نادي الزمالك. نعم لم اعلق على القرار مع مجلس